في حلة واحدة جمعنا أكلتنا كلها. النهاردة مع بعض إن شاء الله هنعمل الأكل الحلو ده كله في حلة واحدة زي ما انتم شايفين كده. عايزة أقول لكم إن ده كان فطارنا أول يوم في رجب، كل سنة وانتم طيبين. كنت صايمة كده أنا والأولاد، وحبيت إن أنا أعمل لهم فطار محترم. بصراحة أنا ولادي لسه صغيرين، وبحب أشجعهم دايما على الصيام وعلى الصلاة وعلى العادات الحميدة أو العادات الطيبة اللي ربنا أمرنا بيها، وعلى تعليم ديننا كلها. ودايما أقول لهم إن إحنا لازم نحمد ربنا ونشكره، علشان ربنا يكرمنا وإحنا بنحمده ونشكره بالصيام وبالصلاة وبكل الصفات أو كل تعليم ديننا الطيبة اللي ربنا أمرنا بيها. ودايما أقول لهم عشان إحنا عشنا مع بعض في الدنيا لازم نعمل الطيب، علشان لما نموت كلنا ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة ونعيش مع بعض تاني. محدش فينا يعمل حاجة وحشة، لازم كلنا نعمل حاجات طيبة وحاجات كويسة علشان ربنا يكرمنا ويجمعنا كلنا مع بعض في الجنة. وبصراحة الكلام ده دايما بحس ان هو بيأثر فيهم جدا، وبيخليهم حريصين جدا على تعليم دينهم، سواء صيام سواء صلاة. أول ما بقول في صيام بكرة مين هيصوم ألاقيهم كلهم يقولوا أنا يا ماما هصوم. فالحمد لله. وتعالوا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، ونشوف الأكل الجميل جدا ده اتعمل ازاي. طبعا ده هنا الحمام اللي انا عملته. عايزه اقول لكم ان الحمام ده انا مربياه عندي في البيت. بصراحه كل فيديو اقول لكم كده انا فرحانه جدا بموضوع ان انا بربي طيور في البيت، مع ان التربيه دلوقتي بقت مكلفه جدا جدا جدا. يعني ميزانيه لوحدها علشان تقدري ان انتي تربي طيور في البيت. لكن بصراحة أنا مش قادرة أستغنى عن تربية الطيور، لأن أنا متعودة عليها بقالي سنين بربي طيور. جهزت هنا الخلطة بتاعة الحمام: رز وبصل وفلفل أسود وكمون ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وكمان شوية من الملح كده. ظبطت الملح زي ما أنا حابة طبعا. أنا هنا مسرعة لكم الفيديو علشان ما أطولش عليكم، ونقضي وقت كده يكون بسيط مع بعض علشان ما تملوش. تمام. زي ما انتم شايفين بحشي الحمامة وبرجع الأجنحة بتاعتها لورا علشان في التحمير يبقى شكلها حلو زي ما شفناها كده في أول الفيديو. وطبعا ما بنملاش الحمامة جامد علشان ما تفرقعش مننا. تمام كده. زي ما انتم شايفين بقى كده. عايزه اقول لكم دلوقتي المفروض ان انا حاطه حله على النار فيها ميه وبصلايه ومكعب من المرقه وملح وفلفل اسود، وحطيتهم على النار وسبتها لحد ما تغلي بقى علشان انزل فيها بالحمام اللي عندي. وفضل طبعا ان الحمام ينزل في ميه مغليه. تمام. خلاص كده المفروض بقى هغطي عليها واظبط الملح اللي عندي الاول واسيبها تستوي. معايا هنا رز بسمتي. الرز ده نوعية كويسة جدا يا بنات، بقالي فترة كبيرة بستخدمه، صراحة ممتاز. حطيت طبعا مقدار من الزيت، معلقة من السمنة البلدي، ونزلت عليهم بالرز وبالتوابل وبمكعبين من المرقة. التوابل عندك، انا حطيت اي توابل موجودة عندك في البيت تقدري ان انت تستخدميها، مفيش اي مشكلة. لكن اهم حاجة عندي هنا بحطها هي القرفة، معلقة صغيرة من القرفة. حطيت مقدار المية وكم قرن كده من الفلفل الأحمر، شرختهم كده وحطيتهم على وش الرز وغطيته وسبته لما يستوي معايا. وندخل هنا بقى على الكفتة: بصل وفلفل وتوم ومكعبين من المرقة ورغيف من العيش الفينو، ونزلت بيه كله في الكبة زي ما انتم شايفين كده. طبعا فرمت اللحمة على مرتين علشان ما تقلش على الكبة. انا هنا عملت كيلو لحمة تاني. بعد ما فرمتهم طلعت اللحمة، حطيت التوابل بتاعتي والخضار وظبطت الملح اللي عندي زي ما انتم شايفين كده. بقت سهلة جدا في التشكيل. حطيت معايا هنا الجريل، او تقدري تستخدمي طاسة او تشويها تحت الشواية في فرن البوتاجاز براحتك جدا. انا حطيت الجريل وحطيت مسحة خفيفة كده من الزيت، وبدأت اصبع الكفتة اللي عندي على المعلقة زي ما انتم شايفين كده. تمام. تقدري زي ما قلتلك تعمليها في صينية وتحطيها تحت الشواية في فرن البوتاجاز. التسوية دي براحتك انتي تماما. خلاص. طبعا بدأت تستوي معايا وبدأت اقلبها على الجهتين زي ما انتم شايفين. والرز هنا كده شفتوا تقريبا كان استوى معايا. تمام. وهبدأ بقى ان انا اخرجها. بعدين هنبدأ بقى نجهز ان احنا نحمر الحمام بتاعنا. حلة كده وفيها مقدار من الزيت، معلقة حلوة من السمنة البلدي،
مقدار الزيت يكون غزير شوية عشان الحمام يتحمر وياخد شكل حلو. طبعا هنا جبت الكفتة بتاعتي ورصيتها كده على وش الرز لحد بقى لما اخلص كمية الكفتة وكمية الحمام كلها في التحمير. خلصت الحمام تحمير يعني، والكفتة كلها استوت. رصيتها زي ما انتم شايفين كده، ورصيت كمان جنبها الحمام، وزي ما انتم شفتوا كله كده مع بعض في حلة واحدة. تمام. هنعمل بقى الدخانة بتاعة الفحم دي، بصراحة بتخلي طعم الرز والحمام تحفة. المفروض بقى نسيبها لحد لما الدخانة دي تختفي تماما، بس كنا جعانين جدا فما قدرناش نصبر اكتر من كده. بدأنا بقى نخرج كل حاجة، نقلب الرز بتاعنا علشان التوابل اللي موجودة على الوش عندي تتوزع مع الرز كله. وبعدين هنبدأ بقى ان احنا نجهز الاكل بتاعنا ونقدمه بصورة ظريفة وبصورة حلوة كده تفتح النفس. عايزة اقول لكم بقى ان احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. بحبكم جدا جدا، واقول لكم مع الف سلامة وباي باي.